وبتبدا حكايتنا على سفينه بتتعرض لعاصفه كبيره في البحر، وبيكون عليها شخص عربي اسمه احمد بن فضلان بن العباس، وده بيكون بطل فيلمنا. وبيحكي انه كان في مره من المرات بينظم الشعر في اعظم مدينه في العالم، وبيقولوا ان كان بيعيش بدون اهتمامات، وان حياته كانت سهله جدا لحد يوم مشؤوم قابل فيه امراه جميله لكنها كانت متجوزه من راجل تاني، وكان بيغير عليها فشكل الخليفه واللي نفاه من بلده لبلد بعيده خالص في الشمال اسمها توسك. فمشي وسافر مع قافله بالجمال في ارض البرابره، والسفر اخذ منه شهور كتيره، لكنه ما كانش لوحده، كان مسافر مع صديق والده القديم. وعدوا على ارض فيها قطاع طرق ومجرمين واللي اسمهم التتار، وبيكونوا بيهاجموا اي قوافل واي شخص، واللي بيقابلوه بيذبحوه. وبيجري شخص راكب حصان وبيقول لهم ان التتار جايين عليه، اللي يجروا بالجمال والتتار بيحاولوا يلحقوهم، وبتنزل القافله عند وادي معين، لكن التتار مش بيقدروا ينزلوا الوادي وبيرجعوا تاني. وبيظهر مركب عليه ناس شماليين، وبيقول لهم قائد القافله تستمر قبل ما يوصلوا لنا. فبيسالوا احمد بن فضلان اذا كان هم خطرين او لا، وبيقول له انه ممكن يقتلوهم او لا، ما يعرفش. وبيتكلم احمد بن فضلان مع صديق والده وبيقول له انه المفروض يتكلم مع الناس دي، وبيرد عليه ويقول له ان دي ممكن تكون فرصته. وبيوصلوا اخيرا للمكان اللي كانوا مسافرين ليه، ويبحثوا عن ملك المكان ده، وبيسالوا كذا شخص، لكن الناس مش بتجاوبهم لحد ما بيسالوا شخص معين وبيقول لهم انهم مش هيلاقوا الملك لان الملك مات. وفي البدايه بيكون احمد بن فضلان مش فاهم اللغه بتاعتهم، لكن صديق والده بيترجم له كلامهم، وبيقول له ان في وريث للملك اسمه بوليوف، وبيطلب منه يقول له قصيده لتمجيده. وبالفعل بيبدا يحكي القصيده، وفجاه بيقوم شخص وبيحاول يقتل بوليوف، لكن بوليوف بيقدر يقتله. بعد كده بيروحوا عشان يعملوا جنازه الملك، وبيبداوا يعملوا مراسم الجنازه وبيشيعوا جثه الملك، وبتنتهي الجنازه. وتاني يوم بيشوف احمد بن فضلان سفينه وعلى مقدمتها صبي، وبيروح لصديق والده وبيقول له ان في السفينه وصلت بالليل وان على مقدمتها صبي زي التمثال. وبيتكلم صديق والده مع شخص تاني وبيفهم منه، بيقول له ان الصبي عايزهم يتاكدوا ان هم شايفينه، وانه بيديهم الفرصه لو هيستقبلوه. وبيدخل الصبي وبيكون معاه رجاله، وبيقول صديق والد احمد بن فضلان ان ده رسول وجاي من موطنه في الشمال برساله لبوليوف، وبيقول له ان كمان اسمه وولف جار، وبيكون ابن الملك هروث جار، واللي بيكون ملك عظيم من الشمال. وبيقول له الصبي ان والده بيطلب مساعده من بوليوف لان مملكه والده اتهدمت وقراهم اتدمرت، وبتيجي امراه حكيمه وبتقول لهم ان لازم 13 رجل يروحوا يساعدوا الملك، واول شخص بيترشح بيكون بوليوف، وبيترشح باقي الاشخاص وبيبقوا 12 شخص، وبيكون فاضل شخص واحد، لكنها بتقول لهم ان المحارب ال13 لازم ما يكونش من الشمال. وطبعا كل الانظار بتتوجه لاحمد بن فضلان، لكنه مش بيبقى فاهم ايه اللي حاصل. لكن صديق والده بيقول له ان هو المحارب ال13، وبيساله شخص عن اسمه، وبيجاوب ويقول له احمد. وبيركبوا خيولهم وبيسافروا بيعسكروا بالليل في مكان في الجبل، وبيكونوا قاعدين بيضحكوا، وبيتكلم شخص منهم عن ام احمد بن فضلان، لكنه بيرد عليه يقول له ان امه كانت امراه نبيله، وبيتهم الشخص اللي قال له كده ان هو اللي ابن زنا، وبيجري على الشخص ده وبيكون عايز يضربه، لكن بيمسكوه وبيسالوا احمد انت اتعلمت لغتنا فين، وبيقول لهم ان هو كان بيسمعهم. وبيسالوا بوليوف لو بيعرف يرسم اصوات، وبيقول له احمد ايوه انه بيعرف، وانه كمان بيقدر يعيد الكلام. بيجهزوا خيولهم عشان يكملوا السفر، وبيضحكوا من العربي لانه جايب معاه كلب الحرب، لكنه بياخد حصانه وبيعمل جوله استعراضيه قدامهم، وبيكملوا سفرهم. وبيركبوا سفينه وبيمروا بعاصفه شديده جدا، لكنهم بيقدروا يوصلوا للشاطئ. وبيجي رسول من الملك وبيطلب منهم انه يعرف اسمائهم، وبيجاوبوا بوليوف وبيقول له ان هم هنا لان الملك طلب مساعدتهم، وبياخدهم الرسول للملك. بعد كده المحاربين بيكونوا واقفين قدام خيمه الملك، وبيلاحظوا طفل بيجري من بعيد، وبيروحوا له وبيكون الطفل بيعيط وجسمه كله غرقان بالدم. وبتاخدوا ست من القريه تعرفه وبتقول لهم انها توديهم للمزرعه اللي حصل فيها الكلام ده. وبيروحوا هناك ومش بيلاقوا اي اشخاص، وبيدخل العربي بيت من البيوت وبيبحث فيه عن اي شخص، لكنه بيلاقي الارض متغرقه بالدم وفي ناس مقتوله واجسامهم متقطعه. وبيقول واحد من المحاربين للعربي انهم بيقطعوهم لانهم بياكلوا الموتى، وبيقول له كمان ان هم مش بشر اللي عملوا كده، وانهم حاجه اسمها ويندل. وبيلاقوا تمثال صغير وبيقولوا ان تمثال لام ويندل. بعد كده بيدور حوار بين الملك وبوليوف، وبيعرفوا الملك انهم بيجوا مع الضباب. وبيتكلم راجل عجوز وبيقول لهم انه شاف حد من جيش ويندل بوضوح، وبيوصفه بيقول له ان راسهم زي راس الدب واسنانه زي الاسد ومخالبه حاده جدا. وبيقول لهم كمان انهم بيهاجموا دايما في الظلام، وانهم مخلوقات بين الانسان والدب. وبيقفلوا المحاربين الابواب وبيناموا. وبيصحى العربي والمحاربين في نص الليل ويسمعوا اصوات جيش ويندل بره، وبيقتحم جيش ويندل المكان، لكن المحاربين بيدافعوا عن المكان وبيقتلوا عدد كبير منهم. لكن شخص من جيش ويندل بيقتل واحد من المحاربين وبيقطع راسه وبياخدها معاه، وبيتراجع جيش ويندل وبيتركوا المكان وبيهربوا. لكن الغريب انهم بعد ما قتلوا اعداد كبيره من جيش ويندل ما لقوش اي جثه من جثثهم. وبيقول واحد من المحاربين ان هم ممكن يكونوا خدوا جثثهم معاهم او ممكن يكونوا شياطين، لكن هو بوليوف بيقول لهم ان دمهم حقيقي زي دم البشر. وبتيجي بنت من القريه عشان تعالج جراح العربي، لكنه بيكون رافض انه يتعالج، وبتقول له انه لو ما اتعالجش هيمرض ويموت. وبيشتغل ناس القريه كلها والمحاربين وبيبنوا سياج وبيعملوا افخاخ عشان يامنوا نفسهم. وبتروح البنت اللي عالجت العربي ليه وتحذره من الامير ويجلف واللي بيكون ابن الملك، وابنه بيحاول يسمم افكار الملك، وبيقول له ان بوليوف بيخطط للاستيلاء على المملكه. وبتساله
لو الكلام ده حقيقي، لكن العربي يقول لها لا. وبيقول العربي لبوليوف، وبيقول لهم بوليوف انه لازم يقتل جندي من جنود ويجلف، وبيترشح محارب انه يقتله في مبارزه، وبالفعل بيبارز المحارب جندي من جنود ويجلف واللي بيكون متفوق عليه في الاول وبيكسر له الدروع بتاعته، لكن المحارب الثاني بيقدر يقتله في الاخر بحركه واحده وبيقطع راسه. بعد كده بننتقل للعربي واللي بيكون واخد معاه اكل عشان يديله محارب اسمه اكسو، وبيكون بيراقب المكان من على شجره وبيديله العربي الاكل، لكن العربي والجندي بيشوفوا الضباب وكمان نار مولعه، وده معناه ان جيش ويندول جاي، وبيحذروا الناس وبيرجعوا مكانهم بسرعه وبيحطوا الحواجز، وبيشوفوا طفله بتجري من بعيد وبيركب العربي حصانه وبينط من فوق الحاجز عشان يروح ينقذها قبل ما جيش ويندول يقتلها، وبياخدها وبيرجع القريه. وبيجي جيش ويندول ومعاهم شعل نار وبيرموها على القريه، وبيكون في بعض الرماه في القريه وبيقدروا انهم يسيبوا شويه منهم، وكذلك بيتصاب واحد من المحاربين برمح في قلبه، وبيسيبوا محارب كمان وبيحاولوا يتخطوا الحواجز بالخيول، لكنهم بيفشلوا في الاول وبعد كده بيقدروا يتخطوها، لكنهم بيموتوا. وبيقتل العربي واحد منهم وبيشوف وشه وبيعرف ان هم بشر بس لابسين اقنعه، وبيشيل جيش ويندول الحواجز وبيدخلوا القريه بالخيول، لكن معظمهم بيموتوا، وبيجيبوا المحاربين الرماح وبيسدوا مكان الحواجز ويقدروا يمنعوا الخيول من تدخل تاني، وبيوقفوا جيش ويندول وبيضطر جيش ويندول يتراجع، لكن بتكون معظم القريه للاسف مولعه. بعد كده بيجيبوا شخص من جيش ويندول وبيقول لهم العربي انه انسان، ويقول لهم انه يقدروا يهاجموهم كمان، وبيروحوا لامراه عجوز وبيطلبوا استشارتها، وبتقول لهم ان هم لازم يلاقوا ام ويندول ويقتلوها، ولازم كمان يقتلوا زعيم المحاربين عشان كده يبقى قضوا على اي امل للجيش. وبالفعل بيتابعوا اثارهم وبيقدروا يوصلوا لمكانهم، وبيعرفوا ان هم عايشين في كهف، وبيقتلوا الحراس اللي بره وبيدخلوا الكهف وبيلاقوا تمثال ضخم لام ويندل، وبيلاقوا تحتهم جماجم وعظام بشر كتيره. ولما بيشوف العربي كده بيقول لهم ان هو كان غلط، وان هم فعلا مش بشر، وان مفيش بشر يقدر يعمل الكلام اللي هم بيعملوه ده. وبيوصلوا لمكان زي الشلال وبيحاولوا يعدوا الجنب التاني عشان يوصلوا لجيش ويندول، فبينزلوا الميه من غير ما يشوفوهم، وبيقدروا يوصلوا الجنب التاني، وبيقتحم المحاربين الكهف وبيقتلوا شويه منهم، وبيطلبوا من بوليوف انه يروح يقتل ام ويندول، وبيروح بوليوف بالفعل عشان يقتلها، وبيلاقي رؤوس متعلقه، وبيلاقي ام ويندول وبتصيبه في دراعه بخنجر مسموم، لكنه بيقدر يقطع راسها، وبيخرج للمحاربين وبيسالوه قتلها ولا لا، وبيقول لهم ايوه انه قتلها. بعد كده بيدخل المحاربين ممر عشان يخرجوا من الكهف، وبيقع واحد منهم لكنهم بيستمروا، وبيكون الممر مسدود، وبيقول لهم العربي ان هم ممكن يسبحوا من تحت الكهف ويوصلوا للبحر، بس الامر هيكون صعب لكن مفيش اي حل قدامهم والا هيموتوا، وبيسبحوا وبيقدروا يخرجوا من الكهف وبيوصلوا للبحر وبيرجعوا القريه تاني، لكن بوليوف بيكون عارف ان هو هيموت قريب بسبب السم اللي في جسمه. وبيتكلم العربي مع واحد من المحاربين ويقول له ان ويندل هيكون عايز ينتقم لموت امه، وان دي مش النهايه وهيرجعوا تاني قريب، وبيقول له انهم قتلوا الام بس لسه ما قتلوش الزعيم، وطول ما هو عايش هيفضلوا يحاربوهم وانه لازم يموت. وبيشوف بعد كده العربي والمحارب اللي معاه الضباب، وطبعا انت عارف الضباب بيدل على ايه، وبيبتدوا ياخدوا احتياطاتهم وبيجهزوا السياج وبيستعدوا للحرب. وبيقول محارب انه بيتمنى لو بوليوف كان معاهم، وبيتجمع جيش ويندول وبيستعدوا للهجوم، وبتجي بنت الملك بتدي البنت من بنات القريه سكاكين وبتقول لها تدافع عن نفسها بيهم لو جيش ويندول اتخطاهم. بعد كده بيخرج بوليوف من الكوخ بعجوبه، بيكون مش قادر يقف على رجليه ومش قادر حتى يرفع سلاحه من شده المرض، لكنه بيكون في مقدمه المحاربين قدام السياج عشان يرفع من معنوياتهم. وبيبدا جيش ويندول في الهجوم، وبيهاجم المحاربين جيش ويندول وبيقتلوا منهم، وبيساعدهم اهل القريه بالرماح والاسهم. وبيشوف بوليوف زعيم المحاربين بتاعهم وبيوقعه من على الحصان لكنه مش بيموت، وجنود ويندول بيضربوا بوليوف، لكن بوليوف بيقدر يقتل زعيمهم في الاخر. وبعدها بيغادر جيش ويندول وبتنتهي الحرب، وبيموت بوليوف وبيعملوا جنازته ويشيعوا جثمانه، وبيركب العربي السفينه وبيودعوا المحاربين وهو كمان بيودعهم، ويرجع العربي لوطنه تاني. وهنا بتنتهي قصه فيلمنا النهارده. وما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وسبسكرايب في القناه.